هلو عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بصحة وخير وسعادة سلام. وحشتوني 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 بشكل بجد فظيع. وحشني اليوتيوب وحشني الفيديوهات وحشني التصوير وحشني كل حاجة. بجد بجد مش قادرة اقول لكم انتوا قد ايه مهمين في حياتي، مش قادرة اقول لكم قد ايه الفيديوهات مأثرة في نفسيتي جدا، وقد ايه ان انا متأثرة ان انا مش بنزل الفترة دي خالص فيديوهات. بس معلش سامحوني، احنا للأسف دخل عندنا البيت الكوفيد الكورونا. فالدنيا كلها كانت عيا في عيا يا جماعه. ده غير بقى كمان يعني المشكله الاكبر كانت بالنسبه لي ان انا نفسيا كنت تعبانه جدا بسبب ان انا كانت بشرتي اتدمرت. عايزه تعرفي بشرتي اتدمرت ازاي وعايزه تعرفي ايه اللي حصل لي؟ كملي الفيديو. وقبل ما تكملي الفيديو ما تنسيش اللايك بتاعنا تحت قبل ما تكملي الفيديو. يلا على طول دلوقتي عشان نبدا على طول الفيديو واقول لكم ازاي بشرتي اتدمرت وازاي دلوقتي بحاول ان انا اعالجها وايه الحاجات اللي انا بحاول استخدمها واعالج بيها عشان ترجع زي الاول. كملي معايا الفيديو. وشي شكله عامل ازاي يا رب يكون باين عندكم. انا عايزه اقول لكم ان كل الحاجات الحمراء دي مكانها قشور، يمكن هي مش باينه بس انا هوريكم هنا شويه صور وشويه ممكن فيديوهات كمان لشكل وشي عامل ازاي بيبقى الصبح في شكل النهار. يمكن هنا الاضاءه مش مبينه قوي. عايزه اقول لكم ان انا بقالي اكتر من شهرين بعاني مع بشرتي، فعليا بعاني بشكل غير طبيعي. انا معرفش ايه اللي حصل ومعرفش ايه الدنيا باظت معايا كده ليه. فجأة لقيت وشي كله بقى عبارة عن حبوب حمراء، ومش بس حبوب حمراء وحبوب براس واماكن كده غريبة. يعني انا حاسة ان في حاجة غلط في بشرتي. ايه اللي انا عملته او ايه اللي انا استخدمته؟ قعدت فترة كده عشان افهم الوضع وافهم الدنيا عاملة ازاي، لحد ما فهمت وعرفت ايه الغلط اللي انا عملته وايه اصلا اللي بيحصل في بشرتي ده. وحاليا دلوقتي انا بقالي شهر موقفة كل حاجة تقريبا، اي روتين اي كريم اي سيرومز اي كل حاجه انا موقفاها، ما بستخدمش اي حاجه خالص لان دي اول طريقه من طرق العلاج. بصي يا بنتي يا حبيبتي، لو انت من الاخر كده عندك الحاجات اللي انا هقولك عليها دي اللي انا مريت بيها وما كنتش متخيله ان الحاجات دي هي اسمها ان حاجز البشره عندك متضرر او السكين بارير بتاع البشره دامجد، يعني اتدمر خالص، ديسترويد، اتدمر بمعنى الكلمه. تعالى اقول لك بقى ايه حوار حاجز البشره ده، وازاي بتعرفي ان حاجز البشره بتاعك متدمر او مش متدمر، وازاي تقدري تفرقي ما بين ان دي حساسيه او ان هي حاجه طارئه وان هي حاجز البشره هو اللي اتدمر او فيه مشكله. انا بادئ زي بدء كده. انا قعدت فتره قلت لكم كان في فيديو انا كنت بصوره، قلت لكم ان السان سكرين بتاعي كان خلصان، فما كنتش بستخدم سان سكرين لمده تقريبا 3 اسابيع. تمام. انا مش بس لاحظت ان عندي مشكله هنا في الجلد، لقيت الجلد عمل علامه كده غريبه. هو مش علامه بقى ان انا ان في فرق لون والكلام ده، لا، انا حسيت ان الجلد نفسه بقى عامل عجز. يعني الجلد بقى عجوز، بقى قديم. على راي واحد صاحبتي شافتني قالت لي انتي وشك بقى عامل زي يعني قديم، عارفين الوش القديم اللي ما فيهوش حيويه مش متجدد. قالت لي فعليا كده بشرتك بشره حاسه انها قديمه، وده حاجه عمرها ما حصلت لي، وحاجه انا ما كنتش عمري اتخيل ان انا وشي يبقى بالمنظر ده مع كل الاهتمام وكل الكريمات وكل السيرومز اللي انا بستخدمها والحاجات اللي انا تقريبا يعني مرتبي كله رايح عليها. منك لله اللي منها لله دي اللي رايح كل حاجه عليها. فخدتها كده على جنب، قلتها يا بنتي يا حبيبتي انا بعد الصرف ده كله يا حبيبتي تعملي فيا كده، تعملي فيا كده؟ لا لا، تعالي بقى، تعالي لي هنا فهميني انت عندك ايه ومشكلتك ايه. انا بصراحه قعدت ابحث كتير وادور عشان افهم بالظبط ايه المشكله. انا بعد حوار السان سكرين ده لما كنتش بستخدمه، بعد ما جبت السان سكرين كان خلصان عندي وجبت بقى واحد جديد اللي هو الافني. في نفس الوقت ده نفس التوقيت ده انا كنت موقفه بقالي فتره الاحماض على البشره، اللي هي احماض النيسيلاميد والريتينول والحاجات دي والسالسيليك اسيد والحاجات دي كلها والهالورونيك والفيتامين سي. كنت موقفه ده كله، قعدت فتره كده موقفاه. وبعد كده مع بدايه ان انا بقيت استخدم السان سكرين صح، سان سكرين الجديد، سان سكرين ايه سان سكرين ده ملوش علاقه خالص بالموضوع. بعد كده جيت مع الفتره اللي انا ابتديت استخدم فيها الصن بلوك بتاعي الجديد اللي هو الافني، رجعت تاني استخدم الريتينول والنيسيلاميد والهالورونيك اسيد والفيتامين سي كلهم مع بعض، بس من ذا انكيلاست مش من ذا اوردينري. كانت منتجات جديده انا جايباها، فقلت قررت ان انا استخدم يعني كله مع بعض، كله يا بيه كله يا بيه، شقله واحده كده يا بيه. فخدتهم جربتهم كلهم على بعض. طبعا بشرتي بقت تقول جاي 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 بري من البنيه حلوها عني. انا طبعا ما حلتهاش، انا قلت والله لا انا مطلعه عينك وحاطه لك كل حاجه عشان اشوف وافهم انت عندك ايه بالظبط. ورحت يا حبيبتي انت وهي بقى احط من دي شويه واحط من ده شويه، وده النهارده وده بكره وده النهارده، وبص الاقي لك بشرتي
بتصوت كده، طلعت لي بقى حبوب واحمرار. وانا عايزه اقول لكم ان كان كل ده، يعني كان كل ده احمر احمر، نقط 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 وحاجات كده غريبه، وحبوب تحت الجلد، ومش مستحمله مجرد ان انا اطلع للشمس. يعني ممكن يبقى وشي جوه في البيت عادي شويه، مفيش احمرار، في حبوب وكل حاجه، بس ايه، هاديه. مجرد ما اطلع في الشمس تطلع الحبوب دي تظهر بزياده جدا، ووشي يتوهج بشكل فظيع. وتعمل بقى كمان كان الجديد بقى النيو عليهم، يعني ان كمان بتعملي قشور. يعني ايه قشور؟ بتلاقي بشرتك بتعمل قشره. يعني انا هنا امبارح كان في قشره على المناطق دي، انا طبعا مش عارفه مش باين هنا، بس كان في قشره، قشره بمعنى قشره. طبعا في ناس ممكن تشوف الكلام ده تفتكر ان هي بشرتها بقت حساسه او بقت جافه. لا، هي فجاه، انت لما تبقى بشرتك فجاه طبيعيه ما بتتحسسي من حاجه وما بتعملش مشاكل الا لو منتج مثلا جديد عليها، مثلا في الاول مره لاول كام يوم كده طلع لك حبيتين ثلاثه وبعد كده تهدى، ده طبيعي ونورمالي جدا. انما انها فجاه تبقى متوهجه بالشكل ده وتعمل لك قشره وتعمل لك حبوب وتعمل لك هيجان، البشره كان فيها بمعنى الكلمه هيجان، كان في حاجه غلط في البشره عندي. انا مش عايزه اقول لكم انا كنت مدمره ازاي، ومش عايزه اقول لكم انا كان شكلي متضايقه منه ازاي. ما كنتش بحط اي حاجه خالص لان خايفه كل ما احط حاجه يحرقني انا بقى. مش بس كمان ان حبوب حمراء ووشي متوهج جدا، لا ده كمان كل ما احط حاجه، الحاجات العاديه خالص بتحرقني، الكريم بيحرقني، المرطب بيحرقني. انا افتكر ان انا في مره كنت بحط حمض من الاحماض. كنت بكلم صاحبتي في التليفون، فمجرد ما حطيت ولع وشي، ولع بمعنى الكلمه، مع ان انا في الطبيعي كنت بحطه ما كانش عندي مشكله معاه. وشي ولع، ما قدرتش استحمله، رحت شايلاه في ساعتها على طول، ما قدرتش استحمله. فدي من ضمن او من اكبر علامه من العلامات اللي بتبين لك ان حاجز البشره عندك بتدمر. ايه هي العلامات اللي نعرف منها ان حاجز البشره عندي متدمر؟ هتلاقي وشك بيطلع حبوب، بينطر حبوب حمراء بطريقه وبشكل فظيع، وممكن حبوب كمان براس. هتلاقي في قشور على الحبوب دي بتعمل زي قشره كده بيضه، بتفتح كده، تفتح معاكي الحبوب نفسها بتفتح وبتعمل زي قشره. هتلاقي نفسك اول ما تخرجي للشمس وشك بيتوهج بشكل غير طبيعي. هتلاقي نفسك مش مستحمله اي كريم او اي حمض او اي سيرم او اي غسول على وشك، اي حاجه بتحطيها بتقلب معاكي باحمرار وهيجان وحرقان جامد ومش مستحمليه على وشك. لو انت لقيتي كل المشاكل دي كلها عندك، اعرفي على طول ان حاجز البشره بتاعك متضرر، عندك مشكله كبيره في حاجز البشره. طب حاجز البشره المفروض ان هو بيعمل ايه؟ حاجز البشره بيعمل حاجات كتير جدا جدا، هو الطبقه الخارجيه او الطبقه اللي فوق من طبقات البشره اللي تحت. انت عندك كذا طبقه من طبقات البشره، طبعا انا مش دكتور فمش هعرف اشرح لك قوي بالتفصيل، بس على قد معلوماتي الصغيره يعني ان في كذا طبقه من طبقات البشره. فانت عندك الطبقه الخارجيه دي سكياما او اسمها يعني حاجز البشره الخارجي. حاجز البشره الخارجي دي بيبقى عباره عن اكتريه خلايا يعني من السيرامايد، تمام؟ فما بيتضرر الحاجز البشره ده كل اشعه الشمس، تقريبا 3/4 اشعه الشمس الضاره بتدخل للبشره، بتفقد كل الميه وكل الدهون المفيده اللي موجوده في البشره عشان تحافظ على الترطيب اليومي للبشره، وعشان تحجز وتقفل على الرطوبه كده في البشره. هو حاجز البشره بيعمل كل الكلام ده، ما يبقى هو ذات نفسه متدمر، فبالتالي انت خلاص بشرتك ضايعه. فبشرتك اي حاجه دلوقتي هتاثر فيها، حتى يعني لو انت شربتي ميه غلط، لو انت كلتي اي اكله غلط، لو انت بس حطيتي ايدك على اي تراب كده حطيتيه على وشك، بشرتك خلاص هتلقط اي حاجه وهتتدمر بمعنى الكلمه زي ما حصل معايا. لما فهمت وعرفت ان انا عندي مشكله في حاجز البشره، انا مش مشكلتي في منتج او مشكلتي في ان انا جربت حاجه غلط وعملت لي حبوب. انا كنت فاكره كده في الاول، لا انا كتر الحاجات اللي انا استخدمتها دي دمرت لي البشره. ومش بس كمان، مش بس الحاجات المنتجات الكتير اللي بتدمر البشره، لا ممكن كتر السكرابات اللي هي المنزليه اللي في البيت، الحاجات اللي هي بتتعمل بالليمون والسكر، الحاجات دي بتدمر البشره. ممكن تعمليها مره كل شهرين ثلاثه انما مش على طول. كمان كتر استخدام الاحماض على البشره، الاحماض اللي هي زي النيسيناميد والريتينول وكذا حمض كده مع بعض، لو استخدمتيهم كتير مع بعض زي ما انا عملت، ده كمان بيدمر البشره. فلازم تاخدي الحاجه واحده واحده وتجربي منتج منتج، وبالراحه على البشره. تبداي اول بيوم مثلا او يومين في الاسبوع، وبعد كده 3 ايام، وبعد كده 4 ايام، وبعد كده واحده واحده. يعني ما تديش الجرعه على طول الزياده للبشره، لان الفجأه اللي انت بتعمليها لها ده بتدمرها زي ما حصل معايا. كمان اللي بيدمر فعليا حاجز البشره هو عدم استخدامك للصن بلوك بتاعك كل يوم.
عايزه اقول لكم ان الصن بلوك ده بيعمل حاجز ما بين البشره او الطبقه الاساسيه للبشره، او حاجز البشره الاساسي اللي هو الدافع بتاعها عن كل الاشعه وكل الاتربه وكل القرف اللي جاي لها من بره. فانت لما تبقيش حاطه حاجز ما بين ده وما بين الحاجات اللي بره، طبيعي بشرتك هتتدمر. فخدي بالك كمان من الموضوع ده، لان الموضوع ده فعليا بيدمر حاجز البشره اكتر واكتر. حاجه كمان ممكن تدمر لك حاجز البشره لما تستخدمي الغسول بشكل كبير في يومك. يعني معنى ايه؟ ان انت لو استخدمتي مره او مرتين او 3 او 4 في اليوم، حاسه ان انت ماشيه ببشرتك دهنيه فبتفرز دهون كتير، فانت فاكره ان كتر ما انت بتغسلي وشك انت كده بتحمي وشك من الدهون والحبوب. لا طبعا، لان في دهون زي ما في دهون مش كويسه، في دهون مفيده للبشره وبتعمل نسبه رطوبه للبشره. فانت ما بتقعدي تعملي كلك، انت كده بتدمري البشره، انت كده بتعملي تآكل في حاجز البشره ده. فما تستخدميش برضو الغسول بتاعك كتير، لان كتر استخدام الغسول مش كويس ابدا. يا زينة عملتي ايه عشان ترجعي الموضوع ده وتحافظي تاني وعشان خاطر ترجعي الدنيا؟ يا زينة عايزه اقول لكم انا بقالي والله العظيم فعليا شهر ونص انا مش عارفه اتصرف ازاي. يعني مش عارفه اجيب كذا منتج اخاف احطه. حتى الكريم الترطيب الطبيعي خالص بيحرقني، حتى الغسول بيحرقني، حتى كريم الشمس بيحرقني. انا بقالي تقريبا اهو شهر ما بحطش لا غسول ولا بحط مرطب، بس عشان انا جربت لقيتهم بيحرقوني فعشان كده انا بطلتهم. بس هو الطبيعي ان المفروض في الحاله ان انت يبقى عندك حاجز البشره متضرر، الثلاث حاجات دول المفروض ان هم دول بس اللي تحطيهم. ما تحطيش اي حاجه تانية على وشك لحد ما وشك يهدى خالص، وهي البشره ترجع تجدد خلايا الحاجز تاني لوحدها، والحاجز تاني يرجع تمام، فبالتالي وشتك ترجع تقفل الدنيا دي كلها والحبوب تلاقيها بتروح. الحمد لله. يعني انا كان ده كله كده منطور، يمكن لسه باين كمان اهو شويه، ده كله كان منطور حبوب قل كتير عن الاول، والاحمرار قل كتير عن الاول، فاضل بس عندي المنطقه دي. فانا سايباه خالص ياخد وقته وياخد راحته لحد ما البشره تجدد بنفسها، هي منها لنفسها كده تجدد خلاياها وتجدد نفسها وتعمل كل حاجه منها لنفسها. كنت بستخدم غسول خالي خالص من الكحولات ومن العطور، ودي اهم حاجه. اما تستخدمي الغسول في الموقف ده او في المرحله دي، يكون الغسول بتاعك خالي خالص من العطور. انا كنت بستخدم شرافيل اللي هو المخصص للبشره العاديه والحساسه، وده شكل الغسول اهو، شرافي او شرافي مش عارفه انتوا بتقولوا عليه ايه. تمام، ده اللي كنت بستخدمه او ما زلت لحد الان بستخدمه اصلا. اي نعم انا ما كنتش حباه قوي، بس هو اكتر غسول دلوقتي بالنسبه لي لطيف، وزي ما تقولي كده مهدي لبشرتي، وكمان ما فيهوش عطور ولا كحول. فده اكتر حاجه انا بستخدمها دلوقتي في الفتره الحاليه لحد ما بشرتي ترجع تسترد صحتها تاني. يبقى دي اول مرحله، الغسول بتاعك لازم يبقى خفيف ولطيف وجنتل على البشره قوي، ويبقى خالي من اي عطور او خالي من اي كحول. تاني حاجة هتستخدميها هو المرطب. هتستخدمي أي مرطب برضو خالي من الكحول وخالي من العطور، وبرضو بفضل إن هو شرافيل اللي هو المرطب بتاعه من نفس الماركة دي، لأن الماركة دي جنتل قوي، وهي كمان ميديكال يعني طبية شوية، وما فيهاش أي عوامل كيماوية كتير. برضو الماركة دي من ضمن الحاجات الحلوة اللي فيها إن هي فيها السيراميد اللي هو أصلا موجود في الخلايا البشرة بتاعتنا، اللي هو احنا محتاجين نجدده ومحتاجين إن احنا نزوده في البشرة عشان البشره تسترد تاني صحتها وتسترد ان هي اشراقتها وتضيع كل الحبوب والدنيا اللي باظت دي كلها. فانت شرابيه اللينيا بتاعت شرابيه كلها سواء الغسول او المرطبات بتاعتها حلوه جدا في المرحله بتاعت ان هو حاجز البشره متدمر، فحلوه انك تستخدميها وتستمري عليها لحد ما تحسي ان بشرتك خلاص بقت تمام. تالت حاجة وهو ده بقى ايه اللي هو سبب المصيبة اساسا من اولها، يعني ان انا قصرت شوية فيها، هو الصن بلوك بتاعك. تمام، الصن بلوك ما تستغنيش عنه، صن بلوك ما تستغنيش عن ده. كل يوم كل يوم كل يوم بصي اعملي مهما تعملي، ما تحطيش غسول، ما تحطيش مرطب، مع ان المرطب في المرحله دي مهم جدا جدا، لان البشره ما فيهاش ترطيب. انت مهما تحطي على البشره كريمات ترطيب هتحسي ان البشره بتشربها وما كانها ما شربتش، كانها ما خدتش حاجه، لانها فاقده الرطوبه. ما هو الحاجز اللي موجود اللي بيقفل على الرطوبه دي بايظ متدمر، فهيقفل ازاي؟ فبالتالي انت مهما حطيتي كريمات مرطبه هتحسي ان بشرتك محتاجه تاني برده، محتاجه تشبع اكتر بكريمات مرطبه. عن نفسي بستخدم اللي هو افيني ده، اللي هو فلويد افيني الدراي تاتش ده، بستخدمه حاليا دلوقتي. يعني زي ما قلت لكم كنت جايباه من فتره. ثالث حاجه لازم تحافظي عليها ولازم تتاكدي انك بتحطيها كل يوم كل يوم مع الغسول والمرطب بتاعك. كل الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي انا حاسه ان الموضوع طول معايا شويه، فمحتاجه حاجه تزود معايا العلاج، او محتاجه حاجه تشد معايا بالعلاج شويه وتسرع معايا العلاج.
فلقيت ان في ماده اسمها سيكا او سيكا ليست تقريبا. دي ماده من ضمن الحاجات اللي هي بتسرع او بتحسن علاج حاجز البشره المتدمر، وده موجود في لاروش بوزيه، موجوده في افيني، موجوده في اورياج، وموجوده في كذا ماركه تانية. فانا قررت ان انا اجيب لاروش بوزيه اللي فيه الماده دي، اللي هو اسمه سيكا بليست بومه بي 5، اللي هو ده اللي هو بتاع لاروش بوزيه. انا قررت اجيبه بصراحه، انا حتى لسه فاتحاه، هو لسه جايباه من امازون، لسه جاي لي امبارح، فقلت افتحه معاكم واجربه. انا مفيش طبعا، مش حاطه حاجه على وشي. المفروض ان هو فيه اللي هو ماده شيكا بلاست ده بيساعد جدا جدا على ان البشره ترجع تاني لطبيعتها، وبيساعد على تجديد حاجز البشره من اول وجديد. ان هو فيه نسبه كبيره من بانسينول 5%، وبانسينول عامه معروف بتاثيره او مفعوله على البشره حلو ازاي، خاصه في المشاكل اللي زي دي. فلو انت مش هتعرفي تجيبي مثلا اللي هو من بتاع لاروش بوزيه او بتاع افن اللي هو الشيكا ليست ده، الشيكا بليست ده، ممكن تجيبي بنسلون نفسه وتحطيه بداله كبديل ارخص، يعني تحطيه برده، بس حطيه فتره معينه لحد ما تحسي ان بشرتك اتحسنت، وبعد كده وقفيه. كمان انا عرفت ان ممكن كمان تجيبي الجلايسوليد او الفازلين. ده ليه بقى؟ هتجيبي منه وتحطي قبل ما تنامي كده بالليل، حط طبقه خفيفه كده بس لكام يوم كده، وبعد كده وقفيه، لان برضه كتره مش كويس على البشره. بس في المرحله دي احنا محتاجينه ليه؟ لان الفازلين او الجلايسوليد بيساعد ان يكتم الرطوبه جوه البشره، والبشره في المرحله دي محتاجه رطوبه على قد ما تقدري، يعني رطبي على قد ما تقدري في الفتره دي بالذات. فانا ده هستخدمه اهو، عايزه اوريه لكم تاني اهو، لاروش بوزيه شيكا بليست بومه بي 5. تمام، ده فيه اللي هو فيه بنسلون بنسبه 5%. انا ده هفضل اجربه، يعني انا هجربه باذن الله من اول النهارده. المفروض ان انت تحطي منه مره في اليوم، فانا هجربه من اول النهارده، وهقول لكم اكيد، او هطلع لكم وهتشوفوا شكلي كمان عامل ازاي ان شاء الله، يعمل معايا مفعول، واقول لكم اذا كان هو تمام معايا ولا لا. بس هو بصراحه كل الناس بتشكر فيه وبتقول ان هو حلو قوي قوي، خاصه في الحاله بتاعت حالتي دي، اللي هو بيبقى حاجز البشره متدمر. فانا اكيد هقول لكم نتائجه بعد فتره، واقول لكم الدنيا هتبقى معايا عامله ازاي. وبس يا حلوين، اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى يكون الفيديو كان حلو بالنسبه لكم ومفيد. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم، حاسه ان انا اتكلمت كتير قوي في الفيديو ده، بس انا فعلا انتوا كنتوا وحشني، وفعلا القناه كانت وحشاني جدا، وانتوا بجد حاجه غاليه قوي في حياتي. وبشكر كل الناس اللي بتدخل تتفرج على الفيديوهات حتى وانا مش موجوده، وبشكر كل الناس اللي بتعلق على اي بوست انا بحطه. بجد انا بحبكم من قلبي، وارجوكم بقى، ارجوكم روحوا على طول هناك، تابعوني في الانستجرام، هتلاقوا بنفس الاسم هنا مامي ديرين ايطاليا. تابعوني هناك، بنزل حاجات برضو مختلفه شويه عن هنا. تابعوني، بنزل فيديوهات قصيره، وبنزل منتجات، وبنزل حاجات حلوه ليا، وصور واوتفيتس وحاجات كده وحبشتكنات. فان شاء الله تابعوني هناك كمان، هتلاقوني موجوده دايما. فبعد الدمار بتاع بشرتي ده، يعني اظن مش خساره فيها اللايك، يعني انزلي بقى دلوقتي اعملي لايك للفيديو، اعملي سبسكرايب للقناه لو انت لسه مش مشتركه في القناه، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد واي حاجه انا بنزلها. واقول لكم اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه، ومش هتاخر عليكم تاني ابدا. باي باي.